مشاهدين قناة الشلال. ومعاكم بخيت سعد مبارك لاعب منتخب الإمارات الوطني السابق. المدينة هاي اللي هي كانت تستخدم الذهب سابقا. هذه المدينة اشتهرت بالكثير من المعالم في مختلف المجالات. تتميز يعني بالعلاج الطبيعي العالي المستوى. من الحاجات المميزة بها مساجد حوالي 123 مسجد. همزة وصل بين الغرب وبين الشرق في إيطاليا. فأطلق على هذه المدينة بأم المدن وقلب أوروبا. هنتكلم عن مدينة عربية خليجية بين قوسين مدينة استثنائية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنقدم لكم مدينة زرناها اللي هي مدينة موجودة في فرنسا. مدينة تعتبر طبعا تهفو إليها أفئدة الملايين من البشر. تشتهر بأفعال التفضيل وهي محببة إلى قلبي. أتمنى تكونوا محظوظين في أول كبسة على الزر وتحصلون الاسم يعني. مدائن حبيبة. مدائن حبيبة. السلام عليكم. المدن الحبيبة على قلب الإنسان دائما هي مدن بلاده. ما في أجمل وما في شيء قريب من القلب قد طبعا مدن بلادنا لا شك. لكن أحيانا الإنسان في سفراته في جولاته في إجازاته يمر على مدن، والمدن هذه تصير محطات عنده وعند أسرته وعند أهله. من المدن اللي أنا شخصياً شفتها وأسرت صراحة، يعني جمالها أسرني. هذه مدينة تأسرك حتى قبل ما تنزل على أرض مطارها من فوق. مدينة كبيرة جداً، ومدينة عبارة عن هضاب مسكونة طبعاً. المدينة هذه تنقسم قسمين، يقسمها مضيق مشهور، ما تقع في قارة واحدة، تقع في قارتين مفصولة. الجسور والكباري اللي موجودة في هذه تأسرك صراحة، سواء كان الإنسان يتمشى بالليل أو كان في النهار. في الليل طبعا حركة كبيرة جدا، أسواق، المدينة كلها أسواق وهضاب مسكونة، هضاب جميلة ومزروعة. لكن اللي أكثر شيء الإنسان ينبهر فيه هو مساجدها، المساجد الكبيرة اللي موجودة، وعدد المساجد اللي في هذه المدينة الكبيرة. وأيضا موضوع التمازج بين التاريخ والحداثة في هذه المدينة، سواء كان في أسواقها القديمة أو أسواقها المثقفة تحت الأرض أو الأسواق الحديثة. يشوف التمازج هذا بين القديم والحديث. الحقيقة زائر هالمدينة يرجع للوراء لما هو يمشي، خاصة في الشوارع القديمة، في الحواري القديمة، في الأسواق القديمة اللي تحت الأرض، يرجع ل20 سنة 40 سنة 100 سنة أو حتى أكثر من 100 سنة للوراء، تشوف كل شيء قدامك كما هو. الشيء الثاني اللي يعني أيضا يأسر الإنسان هو كرم الناس اللي موجودة، التصاقهم بتراثهم وبحضارتهم. هذا يأسرك، سواء كنت أنت في
تتبضع في هذا أو في المتاجر، أو كنت في المتاحف، أو كنت تزور أحد هذه المساجد، يأسرك صراحة موضوع الكرم. أو حتى كنت في أحد يعني جالس تتعشى مع أفراد عائلتك في المطاعم الكثيرة اللي موجودة، والإنسان لا شك أنه لما بيزور هذه المدينة يعني لمدة مثلا أسبوع أو أكثر أو أقل، لا شك أنه بيزيد كيلوين أو ثلاثة، لأن ما شاء الله عندهم الأكل اللي موجود والأكلات الشعبية اللي موجودة، يعني يدفع الإنسان فالحقيقة يعني اللي يأسر الإنسان أيضا في هذا المجال الخطوط اللي موجودة في المساجد. يعني مثلا عندهم مسجد سليمانية أو مسجد أحمد أو المسجد الأزرق أو حتى المتاحف اللي موجودة، الخطوط اللي موجودة خاطينها يعني خطاطين من أمهر خطاطين العالم. فهذا الشيء صراحة يؤسر. والهدوء، اللي يلعب رياضة يقدر يمشي من الصبح 3-4 ساعات على ساحل هالمضيق وهو ما يمل أبدا. أيضا موضوع قرب الناس وكرمها ومعاملتها للزائرين، معاملتها للسواح اللي موجودين، هذا الشيء صراحة يعني يلفت النظر. وفي صراحة أنت تجد نفسك أنك تبغي ترجع مرة ثانية وتزور هالبلد وتزور هالمدينة الجميلة. تعرف تاريخيا باسم بيزنطة والقسطنطينية والإستانة وإسلامبول. هي أكبر المدن في تركيا وثاني أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان. تقع على مضيق البسفور وتطوق المرفأ الطبيعي المعروف باسم القرن الذهبي الواقع في شمال غربي البلاد. تمتد المدينة على طول الجانب الأوروبي من مضيق البسفور المعروف باسم تراقيا، والجانب الأسيوي أو الأناضول، وبالتالي فإنها المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتين. كانت هذه المدينة عاصمة لعدد من الدول والإمبراطوريات عبر تاريخها الطويل، فكانت عاصمة للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية البيزنطية والدولة العثمانية. أهم أسمائها القديمة بيزنطة، القسطنطينية، الباب العالي، والأستانة. وفي عام 1453 انهارت الإمبراطورية البيزنطية وفتح العثمانيون المسلمون المدينة بقيادة السلطان محمد الثاني الفاتح، الذي جعلها عاصمة للدولة وغير اسمها إلى إسلامبول، أي مدينة الإسلام أو تخت الإسلام. بعد الفتح العثماني للمدينة شرع السلطان محمد الفاتح بتنفيذ خطة إعادة بناء شاملة تضمنت إنشاء قصر الباب العالي، السوق الكبير المغطى، وحصن الأبراج السبعة الذي كان مخصصا لحماية وحراسة البوابة الرئيسية للمدينة، أي البوابة الذهبية. كان أول مسجد فعلي يبنى بداخل المدينة هو مسجد أبي أيوب الأنصاري، وكان ذلك حوالي سنة 1459. بني هذا المسجد في الموقع الذي دفن فيه أبو أيوب الأنصاري، وهو أحد صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي استشهد عند حصار القسطنطينية في سنة 669. معالم المدينة: آيا صوفيا. شيد هذا المبنى بالأساس ليكون كاتدرائية البطريركية الأرثوذكسية، وعند الفتح الإسلامي تحول إلى مسجد، وعند قيام الجمهورية التركية أصبح متحفاً. مسجد السلطان أحمد. بني هذا المسجد خلال عهد السلطان أحمد الأول، يعرف أيضاً باسم المسجد الأزرق بسبب البلاط الأزرق. مسلة تحتمس الثالث. كانت هذه المسلة موجودة في معبد الكرنك. أمر الإمبراطور قسطنطينيوس الثاني بنقل هذه المسلة احتفالاً بذكرى توليه العرش منذ 20 سنة.
بقيت هذه المسلة في الإسكندرية حتى سنة 390 عندما أمر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول 392 قبل الميلاد إلى 378 قبل الميلاد بنقلها إلى القسطنطينية، حيث رفعها في مضمار سباق المدينة. قصر الباب العالي كان هذا القصر المقر الرئيسي للسلاطين العثمانيين طيلة ما يقارب من 400 سنة. جسر البوسفور يسمى هذا الجسر أيضا بجسر البوسفور الأول، وهو أحد الجسران اللذان يصلان أوروبا بآسيا. المسجد الجديد يعرف هذا المسجد أيضا باسم مسجد ياني ومسجد والدة السلطان. قصر السلاطين أو قصر دولما بهجة هو مقر السلاطين العثمانيين من سنة 1856 حتى سنة سقوط الإمبراطورية العثمانية. مسابقة الشهر الكريم لهذا العام الجزء الثاني من مدائن حبيبة، فأهلا بجميع الراغبين في الاشتراك وما عليهم سوى معرفة أسماء المدن 20 وتجميعها كاملة للفوز بإحدى الجوائز النقدية، ومجموعها 15,000 درهم، تبدأ ب5,000 درهم و4,000 درهم وتنتهي ب1,000 درهم نقدا، إضافة إلى تذكرة سفر بالإضافة إلى جوائز أخرى.